نروح بعد كده بقى مجموعه من الانذارات. هنا انذار لحسين ياسر. بص قارن بين اللعبه دي واللعبه بتاعت حسن مصطفى. والنهارده احنا اللي بنحط المعيار. تفرق ايه؟ يعني دي اخف. دي اخف جدا. يعني دي اخف من، ما هو ده المعيار. انا حطيت معيار قلت حسن مصطفى ما يستحقش انذار في اللعبه الاولانيه، يبقى بناء عليه حسين ياسر هنا ما يستحقش انذار. يبقى الفرق هنا ان حسن مصطفى عنده انذار وحسين ياسر ما عندوش انذار. احنا اللي بنقول كده بقى. يعني احنا لما بندي القرارات المتتاليه دي احنا اللي بنقول كده. ادي لعبه وادي لعبه. اذا ده انذار لحسين ياسر. الانذار مستحق، وده اللي بيؤكد ان حسن مصطفى كان يجب ان هو ياخد الانذار الثاني. نروح للتسلل. دي حاله تسلل على احمد بلال. اللعبه يا دوبك على خط، لا 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 لحظه لعب الكوره، لا كمان ارجع سنه كمان يبقى عشان احنا بس دي لحظه لعب الكوره. دي لحظه لعب الكوره. لحظه لعب الكوره هو موجود في حضن اللاعب اللي هناك، وشايفين احنا المدافع الثاني هنا فتح الله في تغطيه. فتح الله مغطي. اللعبه دي لازم تكون من اسهل اللعبات. ليه؟ لان خط منتصف الملعب ده بيساعدني. يعني انا هقارن الامور اهو، يعني هقارن الامور بخط منتصف الملعب. ولو ان احنا ان مش دي زاويه التسلل، لكن اللعبه واضحه بالنسبه لنا هنا من مش هقول تخطيط الملعب بقى هنا، من خط منتصف الملعب. خط منتصف الملعب وراه فتح الله كاملا وراه. هناك في الاثنين اللعيبه اللي هناك هم اقرب للخط، الاثنين المدافع والمهاجم. يبقى المدافع والمهاجم هنا في واحد تاني مدافع مغطيهم الاثنين، وحارس المرمى موجود. نروح للحاله اللي بعديها. برضه هنا لاعب سموحه يستحق الانذار. شوف طريقه الدخول هنا ملهاش اعاده. هو شوف حسن مصطفى بيضحك، يعني بيضحك لانه عارف، لانه ما شافش الانذار او ما شافش النيه للانذار. لكن خلينا نشوف اللعبه. ادي الدخول اهو، الكره عدت وهو رايح له، وادي الاعاقه وادي العرقله، التهور. برغم ان المباراه فيها 9 انذارات، لكن احنا بنتكلم دلوقتي على الانذارات كمان ما خرجتش. نروح بعد كده لحاله ثانيه. اعادتها يا كابتن. دي الاعاده. الاعاده جت اهي. ادي اللعبه يا كابتن. ده اللي بنسميه التهور. ده اللي بنسميه التهور. هنا بقى اللاعب خد الكوره ومشي، وهنا رايه المساعد وقفته ومش عارفين ليه. هل في فاول؟ احنا من الاعاده، من اللعبه ومن الاعاده الحقيقه ما قدرناش نكتشف انه في فاول. ده لعب على الكوره، ادي خد الكوره، ما شفناش ان في فاول. يعني كون ان انا خدت الكوره بهذا الشكل مش خطا. ده مش خطا ولا يعاقب عليه اللاعب باحتساب ركله حره مباشره. هنا الحكم المساعد هو اللي احتسب الخطا. هي يا كابتن وليس حكم. ادي خد الكوره اهو. دي كره قدم يا كابتن طاهر. خدت الكوره ومشي بيها. لا هو اللي قطم بيها او اللي قفل بيها حسين ياسر. يعني حسين ياسر هو اللي نزل بيها، وهو مش معروف بقى هل ده رجل جت على رجل حسين، على وش رجله. هو هل جت على وش رجله ولا لا؟ لا بص يا كابتن طاهر، هو لو داس على وش رجله كان هيتعطل شويه. كانت هتعطله شويه. لكن خلينا هات لي اللقطه الطبيعيه معلش، عشان اللقطه الطبيعيه تبين لك اكتر. يعني احيانا اللقطه الطبيعيه بتجيب لك القرار احسن. بص اللقطه الطبيعيه الكره اتاخدت مباشره. دي اللقطه الطبيعيه. فدي اللقطه الطبيعيه اللي تبين لك. اللي معاها حسين ياسر ما وقعش. صح، ما وقعش، ما تعطلش. يعني هو اللاعب اخذ الكوره، ممكن يكون حصل دليل ان هو عمل محاوله للرجوع. هو لقى الرايه هي اللي وقفته. يعني هو حاول يرجع والاثنين حاولوا يلعبوا الكوره، فالرايه هي اللي وقفته. فاذا هنا ما احنا مش هنحاسب الاخطاء بمجرد ان اللاعب بيلمس لاعب، او يعني لما مهاجم يخطف الكوره من المدافع في وضع دفاع او لاعب في وضع دفاع، ده مش خطا. يعني ده مش خطا. اذا هنا احتسب الحكم المساعد فاول غير صحيح. بعد كده بندي مثال كمان للانذارات. واحد من الانذارات التسعه، وهنا اهو ده انذار على لاعب سموحه. اهو يعني يمكن طريقه برضو دي او الدخول ده اخف شويه من اللي عمله او من اللعبه بتاعت حسن مصطفى، وحصل على الانذار، والانذار مستحق. يعني الانذار، انا بقول لك ليه كده؟ انا اللي بحط المعيار، انا اللي بحكم في نفس المباراه، انا اللي بحط المعيار. تعال نشوف هنا عمرو زكي سقوطه على ارضيه الميدان. الحقيقه
نشوف الاعاده. هو وقع في وسط الزحمه، لكن اهو كل ده مفيش اي اخطاء. وهو هنا حط رجليه على الارض وادعاء الاصابه. يبقى اذا هنا على اقل تقدير 90% من قرار الحكم صحيح بعدم احتساب ركله الجزاء، لكن كان يجب هنا تحذير او التعامل مع عمرو زكي على اقل تقدير بتحذيره. هنا دي لعبه فيها انذار. طبعا اهو ادي المسك اهو والانذار صحيح. ده برضو واحد من الانذارات اللي كانت موجوده في مباراه النهارده. اهو انذار صحيح. ادي المسك من الفانيلا. وبرضو هندي مثال لانذار تاني. ده انذار على لاعب سموحه، مش لان الكره جت في ايده، لا ان هو بيشاور له، هو ارجع لي بس اللقطه شويه لورا، بيوريه انت مسكت من الفانيلا اهو. لو شفت اللقطه اهي ادي اللعبه اهو، في مسك في الفانيلا. البدايه كانت من لاعب الزمالك ثم لاعب سموحه، ولاعب سموحه استمر شويه فحصل على الانذار. دي كانت الحاله الاخيره في المباراه. اهم طبعا حاله في المباراه او اهم حالتين، حاله خاصه بركله الجزاء مشير التبع، وحالتين خاصين بانذار تاني تم نقدر نقول ايه بقى؟ تم التسامح فيه. تم التسامح فيه. تمام. نعم. بشكل عام كابتن يعني الاداء مقبول وليس جيد ولا؟ لا، هو الاداء مقبول. الاداء مقبول لانه احنا لما بنتكلم عن اداره مباراه وحكم دولي بيدير مباراه، ما ينفعش ان احنا نتكلم عن مساله انذار تاني. دي لازم نشيلها من حساباتنا خالص. احنا ممكن ركله جزاء ما تتحسبش، ما شفتهاش. ممكن ركله جزاء تقديري فيها يبقى صحيح او غير صحيح، ده كله وارد. لكن اذا تعلق الموضوع بان هناك، وفهيم على فكره لا ينقصه الشجاعه يعني من الحكام اللي الناس يمكن بتتكلم عن ان هم كروتهم سريعه، فلكن اذا كانت الكارت سريع في الانذار الاول بس، لا، انا الكارت لازم يكون في مستحق. اذا كان الكارت مستحق سواء اول او ثاني، ودي ظاهره لما تتعمل مرتين في المباراه، دي ظاهره لازم نقف من الحاجات اللي لازم نقف عندها. تمام يا كابتن. نروح للكابتن شريف رشوان في مباراه بتروجيت الشرطه وبتروجيت. شريف رشوان وادري عبد الستار ومحمد جمال. ونروح لاول حاله في المباراه، الحقيقه حاله صعبه جدا، نشوفها مع بعض. بس لا، انا هي اللقطه دي الوحيده اللي عندنا. ارجع بقى ووقف لي الصوره ساعه. اولا نمشي واحده واحده عشان نمشي واحده واحده. عطيه بعد اذنك. نكمل. هنا مفيش اخطاء على اي حد. هنا الكره خبطت في حارس المرمى، راح لاعب بتروجيت شاطها، مفيش خطا على اي لاعب من بتروجيت. اتشاط الثاني برضه لغايه دلوقتي مفيش خطا. اتلعب الثاني برضه لغايه دلوقتي مفيش خطا. نقف هنا. هل الكره بقى هنا عبرت خط المرمى ولا ما عبرتش؟ ده موضوع في علم الغيب. لازم الكاميرا اللي ورا. لا الحكم المساعد يا كابتن. قصدي الكره الحكم المساعد. احنا هنا بنعمل لها زومه اهي عشان نقربها. طيب الحكم المساعد هو اللي يقول. طب ما ننزل بحارس المرمى عشان نقدر. لا، ما هو اللي عمل ايه بقى؟ هو حارس المرمى ذكي جدا. كمان بص كل ده. لا، هوصل للاخر، اخر حته الاخر. لا، هو عملها لورا بقى. طب نشوف. يعني هو عملها لورا يبقى جوه يا كابتن. ما هو بقول لك هات لي لو عملها لورا. ما انا مش عايز استنتج. اهو بص ايديه، بص ايديه بقى لما اتنت بقت الكره فين، ولما اتفردت تبقى الكره فين. لا، خلي ايديه مفروده. خلي ايديه مفروده الاول اهو. دي فرده الايد كويس. طب نشوف بس هو الفرق ما بين رجله وخط المرمى يا كابتن. انا ما اعرفش طوله قد ايه يعني انا خياله باين. ما اقدرش اعرف طوله قد ايه. برضه اللعبات دي يا كابتن طاهر. طب نكمل. لازم يكون عندنا يقين. كمل اللقطه. هو جابها اهو ونزل بيها هنا. وايديه متنيه ونزل قبل الخط بقى ورجعها لورا. بس قبل الخط. هو نزل قبل الخط. يعني قصدي اقول هو الكلام كله مش في ما هي نزلت قبل الخط. بس الكلام كله في اللقطه اللي انا هوقف عندها الصوره دلوقتي. وبعدين هقول لك بقى ايه الكره عدت ولا ما عدتش، وهقول لك ايه بقى الله اعلم، لان احنا كمان ما عندناش الكاميرا اللي تقدر تخدمنا. بس كمان بس هنا بقى هي دي بقى الحكم المساعد. هو دي الحكم المساعد هو الوحيد. وواضحه بالنسبه له تماما. هيقف كده مقابل العارضه. اذا شاف الكره بعد العارضه من ناحيه اليمين تبقى الكره عدت كامله. اذا ما شافهاش
او شاف جزء منها تبقى الكره ما عدتش. انما الباقي بعد كده مش باينه خالص، ما نقدرش مش نتكلم، باينه في الحقيقه. ما نقدرش. لما كان في صفاره كابتن جمال، هل نتيجه ان 4 محمود سمنه اشتبك مع بعد ما خلف؟ نزلت الكره، بعد ما نزلت الكره يعني الفاول اتحسب. كمل بقى اللقطه. هو هنا بقى حسب الفاول. ده الفاول اللي بس اتحسب. هي دقيقه جدا ومساعد الحكم الوحيد اللي يشوفها. حكم المباراه لا نحمله مسؤوليه هذه اللعبه ولا واحد في المليون، ولا احنا طبعا، ولا احنا ما نقدرش فاذا هنا الحكم المساعد الوحيد. المهم ان خلف هو اللي عمل الازمه كلها، هو اللي عمل الازمه. يعني الكوره وقعت من ايده، وهو اللي جاب الكوره كمان قبل ما تعدي او بعد ما عدت، الله اعلم. دي بقول لك السؤال عند الحكم المساعد، تمام، هو اللي يستطيع يشوفه. نروح للعبه مهمه في المباراه واختلفنا شويه عليها في الاستوديو، لكن خلينا مع بعض نحلل. شوف بس، لا ارجع للاول لقطه عشان بس عايز انا بص يا كابتن طاهر، امشي اللاعب بيمشي بيجري ايديه تحت اهي، تمام. اما الكره ابتدت تتشاط ايده عليت. ما هو ده حركه طبيعيه بقى؟ لا، ما هقول لك ليه. يعني هيحط ايده فين؟ الحركه الطبيعيه ليه ما كانتش موجوده وهو بيجري في الاول؟ يعني هو بيجري في الاول ايديه مش هيجري وايديه عاليه كده فوق. طب ما تكمل بقيه جريك وانت ايديك في نفس المستوى. ما هو واقف على رجل واحده يا كابتن، طالما هيحفظ توازنه ازاي؟ تمام، يحفظ توازنه. ممكن ايدي تترفع واحفظ توازني، وممكن ايدي تترفع في سكه الكوره. ممكن ايدي تترفع في سكه الكوره، وممكن تترفع واحفظ توازني بعيد عن سكه الكوره. طيب لكن بص نجيب الكوره عادي، عايزين نجيبها عادي. هاتها بشكل عادي طبعا. هو اللي هياكد لك ان هو بص وشاف في سكه الكوره فين اهو. دي الايد اترفعت في سكه الكوره. ده المسافه ضيقه قوي يا كابتن. حتى لو المسافه ضيقه على فكره الاحساس اهو تمام اهو. دي اترفعت في سكه الكوره ورجعت لورا عشان تخبط فيها الكوره. لما انا ارفع ايدي في هذا الشكل عشان تخبط فيها الكوره ده تعمد. هنا القرار قرار صحيح من الحكم والانذار صحيح، لانه هنا منع زي ما قلنا، منع هجمه واعده او منع تمريره مؤثره في هذا المكان. اذا ركله الجزاء صحيحه والانذار صحيح. هنا انذار على بوبا، على اهو، ادي العرقله اهو. وشوف العرقله دي عرقله في حد ذاتها هي ما تستحقش الانذار، لكن كون اللاعب هنا منع تقدم الخصم ومنع بناء هجمه واعده زي ما بنقولها، يبقى اذا هنا يستحق الانذار للسلوك غير الرياضي مش لطبيعه الفاول. طبيعه الفاول في اهمال. هنا شفنا الحكم بيصفر بيحسب فاول على مين مش عارفين. هو على المهاجمين او لصالح المدافعين اهو. دي لو ده المعيار بتاع الفاولات، اعتقد ان احنا ممكن في كل مباراه نحسب 180 فاول. ما فيهاش حاجه خالص. طبعا هنا ما فيش اي حاجه خالص. هو حتى بيشاور، ارجع للقطه دي، بيشاور على كتفه انه لاعب زق بكتفه. طبعا لو دي معيار الفاولات ده، يبقى احنا هنحسب في كل مباراه اي التحام هيبقى فيه فاول. طبعا هنا اهو بيشاور له بيقول له انت عملت فاول بكتفك، يبقى هو يقصد بيه اللقطه اللي احنا شفناها دلوقتي. ودي طبعا ما فيهاش فاول، القرار غير صحيح.